الحقيقة إن عنوان المقطع هو عنوان مضلل، لأن السؤال اللي مفترض إن هو يتسأل بالفعل هو: لماذا لا تؤيد عبد الفتاح السيسي؟ الحقيقة إن طبعا قبل أي رغي وهري وكده اللي حابب في طبعا أول ما تتكلم بقى أنا أؤيد السيسي وبتاع يطلع لك سيزيفت يا طبل بقى وعرس بص يا حبيبي، أنا أساسا شخصيا تقريبا سبب الدين لنص الكوكب. واخد بال سعادتك معايا؟ يعني مثلا عندك مليار ونص مسلم وبقى على 2 مليار مسيحي، ادي 3 ونص اوريدي سبب لهم الدين، فانا مش هتفرق اساسا قوي وازود عليهم واحد، مش هو ده اللي هيأثر قوي. ف مش هنقعد بقى كل حاجه انا اقولها اصل بيعرس، انت تعرس مثلا قاعد بقى بتضرب بالجزمه بتاع، لا ما تفرقش معايا. ممكن اعمل لك البطل القومي وبتاع واشتمه يا سيسي يا طاغيه واعمل لك الفيلم دوت وبتاع، وده هتلاقي بقى الجماهير بيتهلل وبتاع الله اكبر وتكبير واخد بالك سهله، مش مشكله خالص. بس انا فعلا بقول اللي في دماغي. ده النقطه الاولانيه في الموضوع ده. النقطه بقى التانية برضو، الحقيقه انه في نوع، وده مش من ما الواحد بقى عارف شاف الدنيا ديت، في نوع من المراهقه السياسيه او الصبيانيه السياسيه. من يوم ما الواحد يقع على الدنيا لغايه النهارده هي بتحصل قدام عينيه بشكل اصبح مقرف ومقزز. في شكل البني ادم البني ادم في مرحله كده بيمر بيها في حياته، اللي هو بقى مرحله المراهقه بتاع اللي هو بقى انت عايز تثبت وجودك، بقى بقيت راجل وبتاع بتشرب سجاير، حاطط علبه سجاير في الشراب ومعاك مجلتين سكس، بقى فراجل وبلغم من صدرك والحاجات الجميله دي. مين بقى اللي منعك من تحقق رجولتك بقى عشان انت تبقى تاخد وضعك في ابوك؟ فايه الحل؟ ان هو اي حاجه ابوك يقول لك عليها يبقى غلط، لا بتاع رد فعل كده في هذه المرحله. طبعا الانسان بعد كده بيكبر ويتطور ويعرف انه كان عيل اهبل وبتاع وخلاص المرحله تعدي. والطريف ان كثير من الناس طبعاً معظم الناس على اعتقد مروا بهذه المرحله، ان هو لما بيكبر بقى هو نفسه بيتحول لنسخه من ابوه. كانك جبت ابوه حطيته على مكنه زيروكس كده وتروح مطلع لك نسخه من نفس الافكار ونفس الخرا اللي كان في ابوه، هو بيبقى نسخه منه وكأن شيئا لم يحدث فتلاقي بقى ناس مرحله بقى والتمرد وبتاع، مثلا دلوقتي بقى يقول لك انا عايز اطلع حج فايه ده في حياه الفرد، لا في كجماعه. في كده في مصر. وطبعا المنطقه الموبوءه اللي احنا عايشين فيها دي كلها هي بهذا الشكل بتعيش حاله من المراهقه والصبيانيه السياسيه، وتكتشف جايز يكون ليها بقى تاثيرات في الماضي البعيد، لان دول اساسا فكره الدوله دي فكره لسه ما اختمرتش في ذهنهم، وما مرت بيه هذه المنطقه. هي اساسا كل دول كان اسمهم رعيه، وفي واحد اسمه ولي الامر بيطلع في دين ابوهم، هم ما لهمش اي لازمه في الحياه. وطبعا ده بيخلق نوع من انواع اللي احنا تفهيم ملناش اي لازمه، فلما نقعد مع بعض بقى لازم نعمل ابطال وبتاع ونبعبع وننتقد الحكومه والنظام وفاسدين ومؤامره وصهيونيه وبتاع. من وجهه نظر الناس اللي عايشه في دور بقى الابطال المعارضه والمش عارف هي لسه عايشين في المرحله دي. انا عشان ابقى واد اثبت وجودي وضغط لازم اشتم في النظام، لازم. واعمل تجربه بسيطه كده، اقعد على القهوه ابتدي انك انت ساعتك اتكلم بقى اشتم في نظام الحكم والسيس الطاغيه وده العسكر وده البلد في ده واقعد هرتل، هتلاقي حاله اعجاب غير مسبوق. والجماهير اللي قاعده في القهوه دي كلها هتشيلها هتشيلك على الاعناق بقى ويهتفوا وراك وكده وتقود الثوره القادمه. تعالى بقى تاني يوم مثلا قول اي حاجه ايجابيه، مثلا قول ما لا يختلف عليها اثنين غير الخوالات البانه دول. السيسي والله تعامل بشكل جيد جدا مثلا مع مشكله الكهرباء. حقيقه الناس الكهرباء كنا بنعيش في عصور الظلام وكده، فالسيسي اتصرف وخلال سياسات معينه وفي وقت قصير يكاد يكون اعجازي، اللي هو عرف يتعامل مع الموقف اتظبطت الكهرباء. وقول مثلا السيسي فعلا انجز في موضوع الكهرباء وكده. تعال اتفرج بقى على اللي هيحصل لك.
بتعرص للسيسي لانك انت بتطبل له لانك وتشتغل لك في الازرق. ده هي دي بقى الايه. هو ما فيش اي نظره موضوعيه، ما فيش اي حاجه. هو لازم عشان تبقى ذكر وراجل ونضال وكده لازم تشتم في الحكومه. فيعني ايه المرحله دي، او الواحد يعني قرف وبعدين في في خلال كل المراحل، سواء بقى ايه سادات مبارك اي دائما الواحد كان يرى، قد تختلف ويكون لك انتقادات على النظام، لكن دائما وجهة نظر الحكومة والنظام هي أكثر واقعية وعقلانية من البهايم الكلام اللي بتقول لك معارضة وزفت، من كلام البهايم دول، لأن هو شغل غوغائية وده مرض مزمن. يعني برضو أحد الحاجات اللي لازم نتكلم فيها إن مسألة الغوغائية دي في هذا المجتمع هي مرض وبائي مزمن. يعني لم ينجو منه إلا يعني قلة قليلة. مش يعني برضه مش عارف اتتبع ايه اللي. وطبعا الاسلام والدين، ما هو انت عشان تبقى مسلم بقى وكده طب لازم كشك بقى وغوايه وتزعق ومؤامره وصهيونيه وقال رسول الله والايه، وتخش لك في الايه في الجو ده. ففي حاله من الغوغائيه المسيطره تماما على العقل، العقل العربي كله من المحيط الى الخليج. واحنا برضه ايه عندنا ايه هذه الطائفه، مش طائفه، ده الغالبيه العظمى الحقيقه في هذا الشعب. هي ده ما يعني نادرا ما تستطيع ان تحصل على جمله مفيده. انت عايز تبقى عايز مبتدا وخبر او فعل وفاعل. مش هقول لك بقى تتطور بقى من مفعول به والحاجات الجميله، لا، بس كده الحاجات الاساسيه لا، صعب يعني مش هتحصل على الكلام ده. فدي مشكله خطيره بتؤدي بقى ايه الاونطه اللي بيعملوها المعارض بقى والسيسي العسكر الاونطه. نقطه بقى ثالثه دي بقى مهمه، لان انت بقى ايه طبعا العباقرة بقى اللي بيعارضوا النظام والسيسي وقاتل والحاجات الجميلة دي. ماشي، انت انسان طبعا عقلك السياسي واعي ومدرك وفاهم كل حاجة وبتاع، وانا انسان ايه، انا حمار وغبي ومش فاهم اي حاجة، اوكي. بس انا مفيش حاجة، مفيش مادة في القانون بتمنع انك انت تكون غبي او حمار. يعني عادي كحقك كمواطن بالدستور والقانون انك انت تبقى غبي وحمار، مفيش ده، مفيش تجريم لهذا الامر. فانا كانسان غبي وحمار بايد السيسي، اوكي. وانا ما بقولكش كده يعني مثلا بستأذن من سعادتك ان انا بايد السيسي ده، لا، ده يعني ايه، وانا موجود شئت ام ابيت. فانت بس ايه انا لانك انت طبعا عبقري وكده عارف ان انا حمار وكده، بس ايه، اعرف ان الناس اللي بتأيد السيسي دي موجوده، واخد بال سعادتك، وما بتستأذنش منك مثلا النبي نبقى موجود، لا، احنا موجودين شئت ام ابيت. ده تالت نقطه. فحاول تتعامل مع الواقع ده، يعني ما ت- ايه ما ت- ما ت- يعني ما تحاولش تجاوزه يعني، واخد بال سعادتك معايا، وهيفضل موجود على فكرة، مش هيتغير يعني. واللي بيزيدوا اكتر غوغائية سعادتك على فكرة برضه. يعني السيسي بسبب غوغائيتك تحول من رئيس ممكن تنتقده الى شبه اله دلوقتي في مصر، الاله السيسي، وكويس، هو ده مطلوب برضه في المرحلة دي. المهم، دي تالت نقطة. رابع بقى نقطة الحب يعني الحقيقة ايه، قد يبدو الامر في بعض الامور الشخصيه، لكن هي بالفعل ارى انها بالفعل مهمه ويجب ايه طرحها، لانك تعرف برضو الايه التجربه الانسانيه اللي قدامك جت منين وليه انا بتكلم كده. وهي تجربه يعني ايه اعتقد انها جديره بالاهتمام والالتفات. التجربه الانسانيه لسعادتي ده بدات منذ سن مبكره جدا. يعني ايه، انا واحد من الناس، طبعا انت بايه بتتولد، انت طبعا جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، والحاجات الجميله بعد كده بتبتدي تعرف بقى ازاي تدريجيا كده انت ايه جيت ازاي وكده. فبرضه ايه بتبتدي تتعرف على ايه الاسره اللي انت اتيت فيها. ده بقى الاب ودي الام وبتاع وكده والحاجات الجميله دي كده. طب يا عم انت عم الحاج وبتاع، من ضمن يعني الحاجات اللي بتحب تتعرف عليها في هذا اللقاء التاريخي انك انت الراجل اللي انت بيقول لك انا ابوك ده، طب الراجل ده بيشتغل ايه. فطبعا برضو انت يعني بدأت تدرك ان في وظائف معينة معروفة، مدرس، محامي، ضابط، مش عارف، دكتور، مهندس، الكلام ده كله واحد بينزح مجاري. فاللي هو ايه دي الوظائف اللي انت عارفها.
ف تكتشف ان هو بيقول لك وظيفه انت اساسا مش عارف تلم، مش عارف ايه دي، يعني تعمل بيها ايه دي، ايه وضعها، ازاي، ليه. انت يا عم انت بتشتغل ايه؟ اللي هو نظام في الاتحاد الاشتراكي. دي كان اول مره ايه بتسمع هذه العباره، ان ايه ابوك في الاتحاد الاشتراكي. فطبعا انت لا فاهم اتحاد بلا اشتراكي بلا زفت، هو ايه يعني ايه اتحاد واشتراكي انت مش في ايه، بس هو دي فاي حد بيسالك برضو ايه، ايه يا بابا بيشتغل ايه في الاتحاد الاشتراكي. وعلى فكره الكلمه دي كان ليها واقع معين في هذا العصر، يعني ده بقى خلي بالك ايه كمان ايه، ده في عصر ما بعد وفاه عبد الناصر وفي بدايه السادات، اللي هو بابا يا حبيبي بتاع بابا يشتغل في الاتحاد الاشتراكي بوسه وبتاع حبيبي وبتاع كده، يعني كان برضو كان في ايه حاجه كده تحسها يعني. المهم، المهم طبعا انت لا فاهم ولا وايه بقى دي ليه، يعني ايه برضه الاتحاد الاشتراكي ده انا حضرت منه ايه طراطيش كده، اللي هو في الاواخر قبل ما السادات يفض الليله وبتاع، وبقى منابر وبقى احزاب، وبعد كده كله نط ورا بتاع الاتحاد الاشتراكي كله نط من الاتحاد الاشتراكي المنابر، وبعدين نط من المنابر احزاب، حزب وطني، التعريصه اللي احنا عارفينها دي كلنا. تمام يعني. طيب ماشي، اتحاد اشتراكي اتحاد اشتراكي، بس ايه اتفضت الليله بقى وايه مفيش اتحاد اشتراكي وخلصت الليله دي ايه بعد ما السادات بقى عمل الايه احزاب والايه الحوار الهابط اللي عمل. اوكي، ففي نفس اللحظه دي بقى بدا ايه طوفان كله بقى ايه بيشتم في عبد الناصر. دي كانت الموضه من ايه، من اتجاهات متعدده يعني. عثمان احمد عثمان بقى ينزل صفحات من تجربتي، يقول لك هكذا انحنى راس الطاغيه. والتاني المعرس التاني اللي اسمه الغزالي القذائف الحق، يقول لك عبد الناصر كان عامل مؤامره على الاسلام. ومعرس تالت عبد اللطيف البغدادي يقول لك الصامتون يتكلمون. وطبعا معرسين خولات البنا اللي هو كل طبعا اي حاجه كانوا بيحطوا العصا في طزنه وبتاع، ده برضو الاساسي يعني، ما تفهمش كيف هم الموضوع ده. المهم كله بقى ايه وفتح النار على ايه على عبد الناصر. طبعا بأثر راجع بتكتشف ان كل الفيلم ده كان ايه بيعاز غالبا من ايه رئيس المؤمن، عشان ايه هو كان حاسس ان يعني ايه هو مش عمره ما هيبقى رئيس قوي وكده إلا لما ايه يحطم الصنم اللي اسمه عبد الناصر ده، لازم الاول يكسره بقى عشان هو ايه ياخد وضعه وكده. يعني ده تخميني عن هذه اعصار الشتائم في عبد الناصر. المهم في نفس اللحظه دي بقى بدأ يظهر ايه في حياتنا برضو ايه شخصيات مختلفه شويه. شوف بقى الناس اللي هي بتاعت ايه، زبيبه بقى ودقون وسبحه، وتروح مثلا بيت حد تلاقي واحده لابسه كيس زباله فكده. كان الموضوع ده لسه مش منتشر يعني، كان حاجه اللي هو الناس بتتفرج عليها ممكن تصورها بكاميرا مثلا وبتاع، لان حاجه مذهله يعني، في واحده لابسه كيس زباله في الشارع وبتاع. فكان ده فبدات الشخصيات دي إيه تشوف شخصيات بهذا النوع، ويعرف ابوك برضه. وبعدين انت ادركت ان في تعارض ضخم بين الاتحاد الاشتراكي والعالم البهايم دي، فازاي الجدع ده ايه شغال بروحين يعني ولا ايه مش فاهم. المهم طبعا ايه فتم فتح التحقيق مع المتهم، إيه تعالى يا عم انت اتحاد اشتراكي وتحالف قوى الشعب العامله وقرفنا وبتاع، ايه البهايم دول، ايه علاقتك بالبهايم دي. فطبعا بمواجهه المتهم في التحقيق انهار واعترف. ايه يا عم ده، قال لك بصراحه، ودي كانت دي بقى يعني ده فعلا فيلم هوليودي محتاج يعني ايه مخرج عالمي ناخد بيه الاوسكار يعني. ايه يا عم علاقتك بالبهايم دول، قال لك ما اصل انا بصراحه كنت اخوي. ده انت يعني لو بقى انت ايه اكتشفت ان ابوك ده رأفت الهجان مش راجل، راجل كل العصور. اه اللي هو يعني ايه طبعا اتحاد اشتراكي وتحالف قوى الشعب العامل وعبد الناصر، وبعدين هوب طق اصل انا كنت اخوان. فطبعا ايه يعني اللي هو اول حاجه هتيجي في ذهنك ابوك راجل منافق، يعني ايه الجبل ايه اللي لم الشمع المغربي اساسا. طبعا تم فتح تحقيق جديد مع المتهم، حتى حيث يدلي ادلى باعترافات تفصيليه عن تطوره التاريخي. الحقيقه هو فعلا هي فعلا قصه تصلح لهوليوود فعلا يعني.
ايه يا عم، طب ازاي بقى انت كنت اخوان وبعدين بقيت اتحاد اشتراكي؟ يعني ازاي عرفت ازاي تعملها دي؟ وده عبقرية المواطن المصري، عشان تبقى فاهم يعني. هي دي عبقرية المواطن المصري في الحقيقية، تكمن في هذه النقطة. الاخ اللي هو ابويا، اللي هو اساسا نشأ وترعرع، اللي هو في فيلم بداية ونهاية، اللي هو ظلام دامس، اللي هو من القعر، يعني اللي هو اساسا 7 اخوات واب وام. الاب اساسا شغال اللي هو زي عريف او شاويش في الشرطه، اللي هو زي شبه، كان عندنا صوره اللي شبه الشاويش عطيه كده، ولابس الطربوش بقى والعيش اللي هو بالتوكه النحاس دي زي كده، ومن هناك وبتاع الاونطه دي. واللي هو ساكنين في بدروم في حاره، يعني مش كفايه في حاره، لا كمان في اللي هو في الجحيم يعني، تحت في حته بنت دين كلب. الجد اللي هو جدي ده اللي هو ابو ابويا ده اساسا مات بالسل، عشان حتى تدرك مدى دين يعني، جاب من تحت خالص، بس ابويا نفسه جاله السل. لولا ان هو اساسا كان قال لك، كان ساعات يقعد، لولا ان هم اخترعوا الستريبتومايسين وكان اتحجز في القصر يعني بقى، وبيكح دم وبتاع، جابوا له على الجبل الستريبتومايسين، فلح فيه وايه، ونفد من القصه. برضه عشان الناس اللي بتحاول تصور ايه على الملكيه بقى، اللي هو مصر زمن الفن الجميل وبتاع، وكله بقى ليالي الانس في فيينا وبتاع، لا ما كانتش ليالي الانس في فيينا قوي وبتاع برضه، كان في كحرطه جامده يعني. فالراجل اساسا جدي طار ومات. وده يديك بقى برضه فكره ازاي بيتم تجنيد العيال بتاعت الاخوان ديت، وكثير منهم بنفس الشكل يعني. فايه ابويا الكبير بتاعهم، تخيل بقى انت المشهد، ابوك مات وقدامك معاك 6 عيال وامهم، وانت ما دخل منعدم ومطالب تصرف عليهم. فطبعا ايه، انا لو مكانه يعني، انا فعلا انا النهارده لو مكانها هطلع اجري اساسا، مش اعمل ايه في الكارثه دي. فايه الراجل الحقيقه برضه ايه اثبت صلابه وشجاعه، اللي هو ده كان عيل في ثانوي اساسا برضه، عشان ايه برضه تشوف الناس كانت بتعمل ايه يعني. كان في مدرسه التوفيقيه بالمناسبه، اللي انا بعد كده برضه كنت فيه. anyway، راح دور على شغل. راح بقى يشتغل ايه؟ يشتغل تمرجي او ممرض في مستوصف. المستوصف بتاع مين؟ بتاع خوالات البنا. وطبعا اساسا هو في عرض اي حاجه، هو شغل وخلاص. فطبعا بقى مستوصف وخوالات البنا وتربات تاتو والاسره، ويلا نقرا قران، وحبك في الله يا اخي، هتبوسها في الله يا حبيبي وبتاع، والاونطه بتاعت خوالات البنا دي. هو طبعا زايد في الزيطه، عيل اساسا وزايد في الزيطه ومحتاج. فايه ماشي شغال هو، بس ايه، نقفش اي عمله عشان نتعامل مع المصيبه دي. وبقى ايه يعني مشي، بس ايه مشي ايه يعني، ايه مش بقى اللي هو تنظيمات، اللي هو زايط واسره ونقرا قران وبتاع وايه وشغل برضه وكده، بس ايه مفيش اي حاجه يعني ايه كبير يعني. ما بيشتركش بقى في تنظيمات والتنظيم الخاص وبتاع مفيش كلام من ده يعني. وعيل يعني في اعتباره عيل. وايه ودارت الايام بهذا الايه، مضت الايام الى بهذا الشكل. وهوب وطق وخلص ودخل كلية ومش عارف ايه والاونطة، الى ان هبت العاصفة. امتى بقى هبت العاصفة؟ يعني خالات البنا بقى لما بيفتحوا صدرهم وبتاع بيطلع دين ابوهم في الاخر. هبت العاصفة 54. انا ابويا كان حاضر في ايه، في هذه العاصفة. هو لان هو اساسا هو عدى من الايه تحت المقصله. ليه بقى؟ هو كان زي ما بقول زايد في الزيطه ومالوش دعوه باي بافلام هابطه من الايه بقى التنظيمات والاونطه بتاعتهم دي. مش اسره وقران وبلا ازرق وبتاع وخلاص ايه. بس طبعا وراه مصيبه، فاللي هو عدى. الراجل عدى من المقصله لم يمسسه سوء فيها. كثير بقى من اللي كان يعرفهم يعني، ابويا ده كان ممكن يبقى مثلا المرشد بتاع الاخوان لو كان كمل بقى من المصايب اللي يعرفها. ومنهم الناس بقوا نجوم في عالم الزفت، الخولات البنا دول.
ده ايه في السجن بقى، واللي هرب واللي راح في 60 داهية وبتاع، وهو ايه يعني ايه ما لم يمسسه الضر في هذه الكارثة. وهو التاني يا عبد الناصر لم فعلا لموهم في يوم، لموهم في يوم، ومضت الحياة. طبعا هتقول لي ايه، طب وايه اللي بقى ايه، انا برضو ايه ما سألت المتهم ما تقلقش. طب ماشي، انت كان ده كان قصة الاخوان معاك والفيلم الهابط ده اللي انت عملته وبتاع، ايه بقى اللي هدفك ناحية الاتحاد الاشتراكي؟ يعني على الاقل خليك بقى على جنب وخلاص. طبقا لاقوال المتهم، وانا لا اجد اي يعني داعي لعدم تصديقه، هو قصه حقيقيه من فمه، قال لي انا لا رحت اشتركت، عشان برضه تفهم ايه التنظيمات السياسيه دي. طب مساله التنظيم الواحد دي كانت بتتعمل ازاي، وايه الفيلم بيحصل ازاي؟ قال لي انا رحت ولا اتنيل، انا قاعد في حالي. ابويا بقى من نوع الايه، غيري بقى مؤدب، انت واخد بال سعادتك معايا، وايه وسياسي كده ولطيف وحبوب، وياخدك على كفوف الراحه وبتاع، يعني برضه ايه، ويدرج لك قفاك ويحط لك بودره وتخرج مستريح وبتاع، وانت لابس احلى خازوق، بس اللي هو تخرج مبسوط يعني. واجتماعي بقى وكلمه الحلوه وبتاع. وبعدين برضه كان ايه، في اي قعده كده برضه ايه بيخش على الزبون الاول يديله الايه حقنه البنج الانترافاليه في الاول كده، اللي هو ايه الحديث بالايه بتاع عشان ينام الزبون، وبعد كده يخش بقى عليه بالايه بالتقيل. فكان ايه يعني بيحظى بايه بشعبيه شويه في الايه في المنطقه. فبيقول لي انا قاعد في بيتنا في امان الله، ماليش دعوه لا بحد ولا اعرف حد، يعني احزاب اتحاد بقى زفت بتاع. قال لي لا، انا باتنين جم خبطوا عليا. هو حتى دايما يقول لك اساسا ان هو امك اللي فتحت لهم، وجيت قالت لي في اتنين جرابيع اتنين جرابيع بره ما ندخلهمش لان هيوسخوا السجاده بالشباشب اللي هم لابسينها دي. فالمهم طبعا ابويا كراجل حبوب وبتاع راح ايه طنش كلامهم وراح مدخله. خش انت وهو مين طلعوا مين بقى الاتنين دول؟ الاتنين دول اعضاء في الاتحاد الاشتراكي، والاتنين بعد كده اصبحوا نجوم بقى بايه، بيناضلوا من اجل الجماهير وعرق الغلابه والحاجات الجميله دي كلها، وبقوا اعضاء في مجلس الشعب ايام السادات وايام مبارك. وما اعرفش راحوا في انهي داهيه، وكاسماء لامعه يعني من بتوع مجلس الشعب دول. المهم دخل هذه الاتنين الجرابيع دول، كانوا لسه ساعتها قطايط صغنططه، جرابيع صغنطوطين كده. خلاصة الحوار يعني احنا دوت من الاتحاد الاشتراكي حضرتك وبتاع، اهلا وسهلا بتاع ترابتة ترابتة تي. قال لك من الاخر كده احنا في الاتحاد الاشتراكي بنقسم الناس لثلاث اصناف. الصنف الاولاني اللي هو الصنف المؤيد للثوره، وده تمام يعني مفيش اي مشكله الحمد لله وبتاع، انت كده ايه حلو يعني. الصنف التاني ده بيتم تصنيفه ان هو معادي للثوره. عشان بس برضو تبقى فاهم، معادي للثوره في هذا الوقت معناه انك انت الاول هتعمل انترفيو مع فرج. طبعا عارفين شخصيه فرج العظيمه دي لا يعني اخوات خوالات البنا استنزفوا طاقته الحقيقه، لكن الراجل لازم نكرمه. فرج، تعمل انترفيو مع فرج، وبعد ما تخلص الانترفيو بقى تخش على ايه، مدرسه ايه ورا الشمس الاعداديه للبنات، يعني تقضي بقى فيها تكمل فيها تعليمك. كان وضعي ده الاساس يعني بتاع ايه اعداء الثوره. وفي طائفه ثالثه اسمها طائفه المحايد. فطبعا الراجل قال لك طب بص يا جدعان، انا ورايا بقى مسؤوليات وكده يعني ايه انا محايد، يعني عندي مشاكل وكده، فانا محايد. قال له اه لا مفيش مشكله، محايد ده ما فيهوش اي مشكله وبتاع، بس هو في مشكله صغيره في محايد، ان انت لو فضلت محايد مده طويله ما ممكن واحد يزرك تقرير ولا بتاع، كان بقى دي عصر التقارير، تنتقل من خانه المحايد لخانه معدل الثوره، فبرضه تضطر انك انت تعمل انترفيو مع فرج، وبعد ايه تنتقل بعدها الانترفيو لما تنجح فيه باذن الله، تنتقل بقى لايه مدرسه برضه ورا الشمس الاعداديه للبنات، تكمل بقى فيها الكورسات بتاعتك وكده. فطبعا ايه يعني تخيل السيناريو ده في هذا العصر، اللي هو لا يا عم انا ايه، انا مع الثوره قلبا وقالبا. وهكذا اصبح هذا الرجل اللي هو اساسا بدايته كانت اخوان، اصبح عضوا في الاتحاد الاشتراكي. وما بقاش بقى عضو، مش مجرد يعني من الاول بقى ايه عضو بس، ايه اللي حصل بقى بعد كده، ده عضو بلس ان هو اصبح عمله داخل الجهاز الاداري للاتحاد الاشتراكي، يعني عضو وموظف في الاتحاد الاشتراكي في نفس الوقت. ومركز عمله اللي هو
المركز اللي هو بعد كده بقى الايه الحزب الوطني اللي ايه قام بحرق صور الكلة عشان ثورة الكلة العظيمة اللي احنا ايه كلنا عايشنا احداث. هو ده كان ده بقى بيروح يمضي حضور وانصراف هناك، ده مقر عمل. ورحت انا على فكرة، بس انا كنت لا عيل بشورت يعني ساعتها وبتاع، برضه فاكر انا ايه تفاصيل شوية كده. حضرت احتفال مثلا الاتحاد الاشتراكي باين كان سنة 74 الاحتفال مش عارف بذكرى اكتوبر. وفاكر ان انا شفت الجمصي ساعتها في الاحتفال يعني ايه، بس ايه طراطيش يعني مش ايه ما كنتش برضو ايه في كامل وعي، كنت ضارب بانجو برضو ساعتها. المهم، فاصبح هو ايه عضو في دين الاتحاد الاشتراكي ويعمل داخل الاتحاد الاشتراكي. خلال بقى فترة الستينات دي بقى كلها لغاية لما خلص فيلم الاتحاد الاشتراكي ده، كان هو بقى في دين هذا الجهاز اللي هو الحزب الاوحد اللي اسمه الاتحاد الاشتراكي. وطبعا ايه في حاجات انا شفتها حتى ساعتها لما شفتها انا ما فهمتهاش، يعني مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. بس بعد كده بقى ايه تم برضو التحقيق مع المتهم باثر راجع، هو ساعه لما حصل كذا او قلت كذا او مش عارف ايه هو كان ايه. فبقى ابتدي بقى برضه هو بيشرح باثر راجع ده كذا وكذا وكذا وكذا. المهم وده نتطرق ليه برضه. والفهم يعني برضه فكره الاتحاد الاشتراكي دي حاجتين برضه يعني انا مره ده حاجه لا انساها يعني. طبعا ايه راح بقى المدرسه وبتاع زايد في الزيطه وبتاع باين في اولى ابتدائي، وكان عبد الناصر مات اساسا يعني بقى له كذا سنه يعني 3 4 سنين ميت. وانا بقى زايد في الزيطه المهم سمعت اهزوجه جميله من العيال ايه بيقول مطلعها عبد الناصر جاي على الارض المزروعه، عبد الناصر جاي وفطيزه زعزوعه وبا وطاير. انا بقى وايه عجبتني يعني اللحن عجبني والكلمات الحقيقه مؤثره ده يعني هي اثرت في مشاعري من جوه. فاللي هو بقى طايح بقى ورا وفي الشوارع والميادين وبتاع ايه عمال انشد هذه الاهزوجه. وطبعا الجماهير بقى خلفي وبتاع. المهم دخلت بيتنا برضه عمال ايه الهزوجه برضه شغال انا عجباني. المهم ايه برضه قدام ابويا ايه عبد الناصر جايه وعمال اديها في الهزوجه، وده الراجل اللي هو اصيب بحاله من الذعر. بقول لك عبد الناصر ميت مثلا بقى له 3 سنين. انا كنت بقى ايه انا ايه طبعا تتخيل انت ان هو ايه حاله الذعر دي بقى الواد البريء الطفل البريء ده بقى ايه اتعلم الالفاظ البذيئه ديت وبتاع وايه مستقبله ضاع. وكان لا ما كانش ده السبب. حاله الذعر اللي انتابته ايه راح بقى جايب قال لي بص اللي بتقوله ده ما اسمعكش تاني بتقوله ابدا. ايه يا عم الحاج الاغنيه جميله والاهزوجه ما شاء الله. وبقى قال لي بص الاهزوجه اللي انت عمال تهرتل بيها دي يعني لو حد سمعك بتقول احنا كلنا كده ممكن نروح ايه ورا الشمس الاعداديه للبنات برضه. فاللي هو ما حذاري. فاكتشفت ان القضيه كلها كانت حتى بعد ما مات عبد الناصر كان في حاله هلع وذعر في البلد في جو هذا الايه الاتحاد الاشتراكي والبلا الازرق ده. ده مثلا ايه مثال كده على اللي كان بيحصل. المثال التاني بما ان هو كان ايضا ما في قصص وحكاوي يعني ان هو كان في الاتحاد الاشتراكي. فجاء برضه تعليقا يعني برضه ده باثر راجع بقى بيتذكر ايام الاتحاد الاشتراكي وبتاع. والمناسبه بعد ما خلص فيلم الاتحاد الاشتراكي والنط كل الاتحاد الاشتراكي ده نط بعد كده الاحزاب ونطوا في الحزب الوطني نفس يعني واخد بال سعادتك معاه. هو من ساعه قصه الاحزاب ما انتهت قطعت علاقته تماما باي فئه بالاونطه دي كلها. واللي هو ايه قضى الباقيه من عمره كمواطن ملوش دعوه باي افلام هابطه وبرضه ايه الاخوان بتاعه اصدقاء الزمن البعيد وبتاع اه حبايب وكل حاجه. بس ايه برضه مثلا ما راحش بقى ربى دقن وزبيبه وسبحه ولا برضه فضل زي ما هو. وكان برضه ليه رأي يعني في القصه لان فتره الاتحاد الاشتراكي دي زي ما تقول في يعني ايه فتحت مداركه يعني ايه اداره دوله ويعني ايه اللي بيحصل. وان الناس دي اساسا شويه شعارات وبيتكلموا هم وهيودونا في 60 داهيه. المهم من ضمن القصص يعني برضه لفهم طبيعه هذا التنظيم السياسي كان بيقول لك الناس في مصر تحولت الكل بيكتب تقرير في بعض. يعني انت اتخانقت مع حد مثلا على اي شيء ركنه عربيه حبل غسيل بينقط عليه فتروح ما ايه ورقه وقلم بقى ايه ان ده منضم لتنظيم يا اما كان الحاجتين يا اخوانجي يا شيوعي. كده برضو ايه فرج انترفيو بعد كده ايه ورا الشمس الاعداديه البنيه. فبيبقى بقى كل ده بيوصل فين الاتحاد الاشتراكي نفسه. بقول لك انا كان عندي في المكتب اللي هو كل يوم ناس كاتبه تقرير في بعض. الطريف بقى في الامر ان اعضاء الاتحاد الاشتراكي نفسهم كانوا بيكتبوا تقرير في بعض.
يعني ايه يوزوا على بعض. وطبعا ايه لدرجه هو بيقول انا وصلت تقرير ناس انا اعرفها، يعني ناس شخصيا انا اعرفها كاتبين تقرير في اسرهم، هو عارفهم شخصيا مش مجرد ورقه بيقراها للناس دي، هو عارفها. وناس مع عروض كانوا بييجوا يعرصوا ويكتبوا تقارير في الاتحاد الاشتراكي، علشان الاتحاد الاشتراكي كان بقى الاتحاد الاشتراكي ده عامل زي ولايه الفقيه كده في ايران، انت ما تقدرش تنزل الانتخابات، لازم الاول الاتحاد الاشتراكي هو اللي يرشحك. ليه؟ تتاكد من ايمانك بالافكار الاشتراكيه وتحالف قوى الشعب العامل والحاجات الجميله دي. فانت لازم تروح تعرص في الاتحاد الاشتراكي علشان الاتحاد الاشتراكي ايه ينزلك في الانتخابات. ما دام الاتحاد الاشتراكي نزلك في الانتخابات يبقى هتنجح. فكان مثلا من ضمن الامثله دايما كان يتذكرها يعني من الناس اللي كانت بتيجي تعرص، كان كمال الشاذلي. كمال الشاذلي ده كان محامي من بجربوع من المنوفيه، بيجي بعجله وشبشب اتحاد اشتراكي وبتاع صباح الخير وبتاع ورق تقارير ويكتب تقارير في زمايله وبتاع، ويدي ده بزومبا وانا والنبي عايز اترشح وعشان خاطري وكده وانا مؤمن بكل الافكار الاشتراكيه وبتاع تقارير وبتاع ويعرص ويشحت من ده سندوتش وده كوبايه شاي ده كان ايه اللي بعد كده بقى زعيم. المهم فايه بقت دوله التقارير، كل الناس عماله تكتب تقارير في بعض كلمحات بسيطه يعني من الفتره. فانا بقى يعني ايه خلق يعني. ومن ضمن الانشطه بس ده اللي انا متذكره جيدا يعني ان انا قعدت مده طويله في هذا الامر، من ضمن الانشطه اللي كان بيقوم بها هذا الرجل المنضم الى هذا تحالف قوى الشعب العامله، اللي انا متذكره تماما يعني انا حضرته بالكامل، هو بناء جوامع. يعني بقى فكر اشتراكي بقى وكده فنعمل نبني جوامع. انا بقى حضرت شخصيا يعني بقى ايه جوامع كانت على الارض مفيش حاجه، وهو بيروح مش عارف المقاول ده جايب عودين عرقين خشب وده جايب شكارتين اسمنت وهنعمل هنا ونقسم هنا مش عارف ايه وقاعد بقى جايبين كراسي وقاعدين على طوب وبتاع على الارض. اقول لك بالاسم الجماعه دول حضرتهم على الارض وشفتهم هما بيتبنوا طوبه طوبه كده ايه قدامي. وانا طبعا برضو زيت في الزيطه وعمال العب، بس بقى ايه الناس اللي كانت ليها حاجه بقى في الاتحاد الاشتراكي ولا زفت مسيح كانوا بقى يقولوا بقى في الايه في الاماكن دي بقى ايه مش عارف ده عايز يحول ابنه من ده ايه ده مراتي ضربتني مش عارف بايه ده مطلق مراته قصص الوهميه. حضرت انا وحضرت الشيوخ وهي بتبوس الايادي، خلي بالك يعني من النقطه دي والنبي وبتاع وايه عايز ابقى خطيب طب والنبي خطبه مش عارف ايه طب تعالى تنيل كده وحضرت الشيوخ وهما بيعرسوا، وحضرت الشيوخ وهما بيقولوا انا حضرت شيخ وقف والكلام ده من السادات يعني وقف خطبه جمعه كان هو اللي ابويا ده اللي جايبه بعد ما بس الايادي، وراح طالع بقى وفاتح بقى على الرابع والطاغية وهلك والمجاري فتحت عليه والحمد لله وربنا رزقنا بالرئيس المؤمن وبتاع. اتجاب في المكتب اتمسح بكرامة أم الأرض. لا يا حبيبي احنا جايين في جامع عايز تقول كلمتين حلوين، الناس أساسا اللي قاعدين دول شوية بهايم وعقلهم على قدهم، عايز تقول رؤياء سياسات نيلوا روحوا في حزب روحوا في 60 داهية وايه وأثر على ايه الكلام ده ما يحصلش تاني يعني. حضرت انا شفت بعينيا وهم طب اللي هو ناقص كان يقول له الخطبه الجايه هعمل عبد الناصر نصف اله يعني. حضرت شفت هما بيبوسوا الايادي ما تقلقش. فانا حضرت بقى ايه اقول لك انا اسماء الجوامع بالظبط. في جامع حته كده في شبرا اسمها المتنزه، وحته اسمها الورشه كده حته بينهم كده في جامع اسمه عمر بن عبد العزيز ده انا حضرته على الارض. انا كنا بروح كل يوم جمعه بقى انا رايح العب اساسا بس بشوف بقى ايه. واعضاء مجلس الشعب دول بقى اللي هو العيال الجرابيع دي بقى ايه بقوا اعضاء مجلس الشعب بقى وبرضه بس بيجوا برضه ايه عايزين يترشحوا تاني الاونطه يعني، فكان بيجوا يعملوا الاشواط الاونطه دي في. والجامع التاني في جامع حته اسمها اغخام في شبرا جامع اسمه عقبه بن نافع على الارض برضه. ده على الارض وحضرته الشيوخ وبتاع. وطب تعالى حفظ الواد اللي هو انا حفظ الواد قران في البيت. انا كنت بيجي لي شيخ بيجي لنا شيخ بقى في البيت يحفظ اعوذ بالله وبتاع شيخ زفت. حضرت انا القصص دي انا حضرتها يعني. فطبعا برضو ايه انا مش جاي من فراغ يعني مش مثلا بقى هرتلك. انا
شفت الناس اللي هي بتاعت الجماهير والعراوي ويقفوا في مجلس الشعب كل واحد. انا كنت تقعد بقى بعد كده، كان جلسات مجلس الشعب دي بتتذاع في التلفزيون. انت شايف عارف ان ده الحيوان اللي قدامك ده، انت شفته وانت طفل، شفته وهو بيعرس، مش عايز اقول الاسماء يعني، شفت ده وهو بيعرس وبيبوس الايادي وبيكسس عشان يترشح وعشان مش عارف، وشفت وبياخد رشاوي. انا برضه موقف عشان تفهم الجو وايه اللي بيحصل. انا ابويا ما بيشربش سجاير نهائيا. مره برضه، وكان عبد الله يعني، كان عبد الناصر مات، كل ما اتذكره بعد ما عبد الناصر مات. انا عبد الناصر لا اتذكره اساسا. حصلت ازمه سجاير، ازمه سجاير طاحنه. لا كده ايه، نعمل كده؟ لا طبعا عندك اقتراحتين ان احنا نعمل كده، برضه كويس مش وحش. وخلال ازمه السجاره الطاحنه دي بيتنا اتملى خراطيش سجاير. يعني في ازمه سجاير في البلد، واحنا البيت اساسا بقى مليء، وابويا ما بيشربش سجاير اساسا. ما انا لا فاهم حاجه ولا، بس بعد كده قلت له اساس الموضوع السجاير، كان ازمه سجاير والبيت وبقينا عندنا 1000 خرطوش سجاير. ايه موضوع، كان ايه قصه السجاير؟ ايه بقى قصه السجاير؟ لما حصلت ازمه السجاير، فالدوله ممثله في الاتحاد الاشتراكي. هناك بقى عناصر كانوا بيسموها ايه، العناصر التاثيريه والعناصر التخريبيه، عناصر مهيجه وعناصر تخريبيه. فيبقى في ازمه سجاير في البلد، فهي تبدا العناصر المهيجه في تهييج الجماهير. الحكومه لا ولا اولاد الوسخه بتاعوا سرقونا في السجاير. وممكن ايه فجاه تلاقي ايه مظاهره هنا في مصنع، ومظاهره هنا في 60 داهيه وبتاع والجماهير وبتاع. فالاتحاد الاشتراكي بقى بيعمل ايه؟ هو عارفهم، وكان الاتحاد الاشتراكي ده مخلط قوي مع ايه، ما كانش حتى فيها امن دوله، كان المباحث العامه اسمها باين المباحث العامه، مخلط معاهم يعني. الاتنين ايه متجوزين عرفي مع بعض. فايه نعمل ايه بقى ايه عشان الجماهير الهايجه، العناصر اللي هي ممكن ايه تقوم البشريه ديت وبتاع، كل واحد بقى يتجاب تعالى حبيبي وبتاع ايه، خرطوشتين اهم ايه، واقعد اتلم واقعد ساكت ايه، عشان ايه مش عايزين لوك كتير. كل واحد بقى برغوت على قد ده، وده بقى 14 خراطيش، ده خرطوشتين، ده علبتين سجاير، ده سجارتين فارت، ده سبارس، اللي هو كل واحد على قد ايه قدرته التهييجيه، بحيث ان هو يحيد الناس اللي هي بتاعت النضال والكفاح دي، وايه وينيموا الناس لغايه لما ايه المشكله تحل وتعدي وبتاع. هكذا كانت تدار الامور، واخد بال سعادتك معاه. طيب انا برضه من ضمن الاسئله المهمه اللي لازم تفهمها، العيال دي اللي هم اساسا شويه جرابيع، ايه علاقتهم اساسا، دخلوا ازاي الاتحاد الاشتراكي ده ولا ايه يعني، ايه علاقتهم اساسا بالقصه من اساسها؟ القصه ما يلي. العيال دي عمال في مصنع، ما كان انا عارف المصنع اسمه، حتى كان اسمه مصنع داوود عدس في شبرا، مصنع نسيج معفن، لو مصنع قطاع عامل ازاز مكسر وناس كاتبه على حيطك والصمك يا حسنين والحاجات الجميله دي، والناس بتروح تشخ جنبه. ف قال لي دول عمال بداوا كعمال في مصنع. طب ايه اللي ودى دين ام دولت للاتحاد الاشتراكي؟ قال لك لا، ما هو الاتحاد الاشتراكي مع برضه بقول لك متجوز عرفي مع الايه، امن الدوله، اصبح في ظاهره انما في مصانع القطاع العام والحاجات دي، طبعا بالاضافه للعناصر التهييجيه، في بقى ظاهره تانية العناصر التخريبيه. ليه العناصر التخريبيه؟ لان اساسا عندها العامل بقى عامل قطاع عام، فهو كده كده واخد مرتبه، فبدا بعض العمال ممكن يروح مبوظ لك مكنه، ضارب لك بقى ترس، قاطع لك سير، عامل لك مصيبه في ما هو المكنه بتاعته هو ما يشتغلش، وفي نفس الوقت هو واخد مرتبه. فطبعا من مصلحه هذا ده عظمه القطاع العام يعني والحاجات الجميله دي، ان هو ايه يبوظ مكن. فطبعا اصبح من ضمن مهام امن الدوله ان يكون ليها عيون داخل كل المصانع، ان بالنسبه للتجمعات العماليه وكده، مين بقى بيخرب، مين بيهيج، مين بينيل 60، ايه القصه اللي بتحصل جوه المصانع، علشان
يتفادوا، لان ممكن يعني مثلا موضوع ازمه السجاير ده تلاقي عامل مصيبه في مكنه، وعطل المكنه، عطل الانتاج، اول ما تلاقي مصنع واحد حصلت ازمه سجاير. وطبعا تخيل انت الشعب ممكن ينزل، وانا واحد استغرب يعني، طب ماشي في حصلت ازمه سجاير ايه يعني قال لا انت، ما هو انت مستهتر يعني. ما انا مثلا النهارده حصلت ازمه سجاير فما فيش سجاير، هعمل ايه؟ هنزل اولع في البلد؟ ما هقتل لي قتيل مثلا عشان ما فيش سجاير؟ خلاص هتنيل اقعد ساكت واقول لك هتبقى جت منهم فرصه الواحد يبطل كده يعني. لا قال لا، إن ممكن فعلا يحصل تهييج للناس وبتاع، تلاقي بقى مظاهرات في الشوارع وسلب ونهب وبتاع. انت فاكرها يعني حاجه يعني مش مهمه؟ لا، بالنسبه للكثيرين ممكن يتم استخدامها حتى للتهييج. فالعمال دولت، امن الدوله ده بيبقى ليه عيون داخل المصانع، العصافير بتوع امن الدوله. مين بقى العصافير؟ هات العصفوره بتاعت امن الدوله دي، ويجي برضه ايه تجي لنا معانا الحلو الحبوب ده ايه، يجي معانا في الاتحاد الاشتراكي برضه ايه برضه ممكن يعمل له مصلحه سريعه هنا، يقفش عمله في مصلحه تسليك مصلحه يعني ايه، ناخده تحت جناح. وهكذا العمال اللي كانوا قال بقى بدري فرغالي على عيطة دوت، على الواد بتاع اسكندرية ده اللي اسمه مش عارف زفت. العيال دي هي بتبقى بدايتها كده عصافير امن دولة، ويلا بقى ايه نرشحه بمجلس الشعب، ده طلعه فوق شوية بتاع كده يعني. كان ده وضع هؤلاء الناس. ازاي هم كانوا بيبتدوا؟ ومن برضه الطرائف عشان بقى ايه نخربها، ما يسمى بالتنظيم الطليعي. انا ما فعلا انا ما اعرفش ابويا ده كان في تنظيم طليعي ولا ايه، لكن هو دايما كان مثلا اي حد يظهر يقول اه ما ده كان تنظيم طليعي، ده كان تنظيم. مين الاسماء انت يعني مثلا رفعت المحجوب، احمد فتحي سرور، عمرو موسى، اي اسم من طبعا كمال زفت الشاذلي والاونطه دي، كل ده بقى تنظيم طليعي. وكان مش فاكر محافظ القاهره ساعتها في الستينات ده كان حاجه زايد باين، واحده كانت مش وزيره الشؤون الاجتماعيه برضه حكمت، مش عارف مش فاكر الاسماء ايوه، كانت الاسماء بتتردد كتير يعني في الاتحاد الاشتراكي. اديها ده ايه تنظيم طليعي. قال يعني بقى عبد الناصر بقى ايه اكتشف ان ايه، ان الاتحاد الاشتراكي ده ايه سبوبه للناس، ان طبعا هو مشترك بقى في ما اعرفش كان عدد الاعضاء كام، بس كل الشعب عايز يبقى اتحاد اشتراكي. ليه؟ مش لا اي ايمان باي دين اشتراكيه، كل قضيه ايه عشان مثلا لو اتمسكت في الاسم تطلع بقى كده يعني، كان ده الوضع. فاكتشف ان الناس بقى عملتها سبوبه وبتاع. طب ايه الحل؟ قال يعني بقى هيجيب بقى خلاصه الاشتراكيين بقى يعمل بيهم من التنظيم الطليعي بقى الذي يقود كفاح القوى الشعب العامله. طبعا ايه جاب اوسع يا ولاد الدين الوسخه، خلاصه ولاد الدين الوسخ بقى تنظيم طليعي خربت اكتر. فايه ده يعني في حكاوي يعني. حضرت انتخابات الورق بالصناديق، حضرت وانا طفل كده، شفت المشهد يعني عارف وطبعا الناس دي بقى اللي هي بقى اللي كانوا جرابيع في عمال في مصنع وبقى عصافير امن دوله وبقى اعضاء مجلس الشعب، ده خطب حماسيه بقى ويكسروا الامه، ولاد وسخ، ولاد وسخه، ومناضل بقى ويساري واوعى وجماهير كل الاونط. شفت انا كل طفل كده بيشوف الاونط دي المسرحيه دي بتحصل قدامه. وده يعني وليه نروح بعيد ليه؟ نروح بعيد ليه؟ عندنا مناضل اليوم يعني حاجه حديثه بقى، المناضل اليساري المعروف خالد يوسف. ده مناضل بيناضل من اجل الجماهير وعرق الغلابه ومصر الرباعيه وكل الحاجات العظيمه اللي هو بينادي بيها دي. الحقيقه الواد ده عمل حاجه بصراحه يعني انا بحسده عليها، يعني على كميه البجاحه اللي هو فيها. فعلا كان نفسي ان الواحد يبقى ايه بجح وابن دين كلب زيه كده، عشان ايه فعلا لو وصلت لدرجه دي الاستاذيه في البجاح، لو وصلت لهذه الدرجه في البجاحه بعد كده مش هيهمك هتمشي في الشارع مبيض، مش هيهمك اي ابن دين وسخه في طريقك، هتدوس العالم بكميه البجاحه اللي عند هذا المناضل. الراجل ده بمنتهى البساطه، القصه بمنتهى البساطه، وانا اعرف ان خالد يوسف ده اساسا كان من قلاضيش يوسف شاهين. اللي هو طيب انت في المرحله بتاعت يوسف شاهين دي انت عايز تعمل عميق ومثقف وافكار وكده وواد فاهم كل حاجه، فتبقى ايه تقول انا بقى ايه بشوف بقى ايه يوسف شاهين قال يعني عميق ده انت عميق، واخد بالك؟ ما هو بقى من قلاضيش برضو ايه يوسف شاهين ونوع يعني برضو لانه كان عميق. فطبعا وانا انا لا يعني انا ما شفت يعني مره فين اتفرجت على جزء من فيلم لخالد يوسف اسمه دكان شحاته، اللي هو ايه في حيطه مشروخه او كان في التريلر بتاعه حاجه كده.
وبقى بيحط عليها بقى صورة عبد الناصر، يداري الشرخ في الحرب بصورة عبد الناصر بقى، يعني اللي هو الرمزية السامجة بنت الوسخة اللي اندهست. وهو اللي يعني انا شفت الله اللي هو لسه في ناس بتعمل سينما كده يعني. فقال لا يعني ايه هو ده الوضع الايه الحقيقي للسيد خالد، او عامل بقى المخرج العبقري. ماشي مش قضيتي. العم خالد يوسف، استاذ خالد يوسف الراجل عمل حمامة بروحين. وهنا نتوقف قليلا امام هذه اللحظة التاريخية. الراجل عمل حمامة بروحين. هل يوجد في القانون او الدستور شيء يمنع المواطن ان هو يعمل حمامة بروحين؟ بالتأكيد لا. ليه؟ لان المشرع المصري هو بيحط اولا لا جريمة الا ايه؟ بنص، ولا عقوبة برضه الا بنص. طيب والمشرع المصري خياله الجنسي والفانتازيا الجنسيه بتاعته لم تكن تتخيل في وقت وضع التشريعات ان هو ممكن واحد يعمل حمامه بروح. هو فكره ما كانش بيفكر خارج الصندوق. هو كان كل الحمامات اللي يعرفها الحمامه بروح واحده. طبعا ده ايه؟ تفكير عقيم. هنا بقى يجي تفكير خارج الصندوق. بدأ بخالد يوسف حمامه بروحين. فالراجل عمل حمام بروحين التي لا يوجد نص لتجريمها او اي شيء من هذا القبيل. لكن الشعب المصري المتدين بطبعه صار في وجه هذا الانسان المنحرف ابن الوسخه اللي بيعمل حمام بروحين طبعا على الوش زي ما فهمناكم قبل كده. القضيه كلها بالنسبه للجماهير الغاضبه من هذا المجرم اللي بيعمل حمام بروحين ان هو هذا اللي بالزنا بقى وبتاع ابن الوسخه وبتاع شوف بيعمل ايه ده ايه اخلاق بقى وايه دين واحاديث وكده. ده الفوق على الوش. لكن حقيقه الامر ان اي كلب من اللي كان قاعد يهوى على بقى خالد يوسف يتمنى ويتمنى ولا يبيع نص عمره قصاد حمامه بروحين واحده من بتوع حمامات الاستاذ خالد يوسف. لكن هيهات 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 هيهات. وطبعا مفيش لا اساسا لا حمامه بروحين ولا حمامه بروح واحده. فنعمل ايه؟ طبعا هو ابن الاحب عمال يعمل لنا حمامات ويصور وبتاع. فنطربقه على دماغ دين امه نجيبها بقى. ما هو فيها لخ فيها. ما هي دي النظريه. انما الحمامه بروحين واحنا قاعدين نضرب عشرات لا. يفتح الله. فطبعا الشعب بقى السائر بقى من اجل الفضيله والاخلاق وايه وعم خالد يوسف فتح. فانا يعني انا قعدت اضحك على اشاهد الموقف وعمال اضحك يعني. بس عمال اقول طب الواد ده يطلع منها ازاي؟ يعني ايه دلوقتي يعني طبعا شرف لكل انسان يعمل حمام بروحين. ده حاجه يجب برضو نحطه جنب العمالقه المصريين. علي ونيس ملك سكس السيارات. عندنا برضو نموذج مشرف كان مين اسمه اللي هو الراهب برسوم المحرقي. ده طليعي في هذه العمليه. يعني نتحط جنب هذه النماذج الوطنيه اللي تبقى قدوه للاجيال القادمه. برضه يتحط بقى جنبهم خالد يوسف. يعني نموذج مشرف الحقيقه نفخر بيه امام الامم. فهيعمل بس مش منظر برضه انك انت بقى الناس كلها يعني بتتفرج عليك وبتاع على النبوت بتاعك دوت وبتاع يعني مش لطيفه. يعني انت فاهم برستيجك برضه ممكن تهز شويه. رغم ان انا يعني ممكن برضو الانسان يعني بعمل حمامه بروحانيه يا جماعه. يعني مش اي حد يستطيع يعني. مش مش اي كلام. يعني الحمامات المروح واحده دي راحت عليها خلاص بقت موضه قديمه. دلوقتي اقل حمامه بتتعمل في السوق حمامه بروحين وبثلاثه. خلينا واقعيين. المهم طب هيعمل ايه في التصرف في المصيبه دي ازاي؟ فانا قلت هما ثلاث حلول في عامه. يعني لما ما فيش داعي لما تعمل اي مصيبه ما تروحش لاي شركه علاقات او تعالى انا اقول لك تطلع منها ازاي. المصائب الخفيفه ليها حل. ايه بقى؟ يا اما حاجه من اتنين. يا اما تاخد الموضوع بالكوميديا هي مق وبتاع وتهرج وبتاع وممكن تهرج على نفسك عشان تطرمخ على الموضوع وبتاع وايه والموضوع يعدي وايه يعني الواد دمك خفيف وبتاع وايه بس في الموضوع ده بالذات ما ينفع لان الشعب هايج. ده الشعب اساسا يعني لو شاف خالد يوسف هينيكو يعني مش لاي سبب. لا السبب اللي قلته لك اساسا ان هو قاعد خالد يوسف بيعمل حمام بروحين والتاني عم بيضرب عشان فاللي هو نطلع دين امه بقى. فيتيجي كمان تهرج على فاللي هو يعني ناقصاك. هي ناقصاك. فايه طبعا ايه انك تهرج وتعمل تاخد الموضوع كوميديا وده مش هينفع. ودي بقى ايه يعني دخلك بقى ايات والزنا والاحاديث والشغل ده. طيب ايه الحل التاني برضه لما برضه ده الكلام ده لما تكون العمليه بسيطه وبتاع. الحل التاني انك انت تعمل مجنون.
او بقى تزعق ولا دي الكلب ومحدش عندي حاجه هطلع دين ابوك لو فكر راجل ده الاونطه تلغوش على الموضوع تهت اللي قدامك وبتاع، وهي لا نظريه ايه، خدوهم بالصوت لا يغلبوك. بس برضه الموضوع ده فيه شعب هايج هينيك دين امك يعني ما ينفعش الكلام ده مثلا مع اصحابك بتاع حاجه بسيطه، نصبت على واحد نصبايه خفيفه بتاع تعمل مجنون، يعني انت فاهم ممكن تمشي انما تروح مع قدام 100 مليون يليكوا دين امك. المهم ايه بقى الحل التالت؟ الحل التالت ده هو ده اللي انا كنت اخترته لخالد يوسف. قلت له بص يا عم خالد، ده طبعا ما فيش حوار مباشر بس انا في ذهني قلت هو ده الحل السليم. اول حل، اول حاجه خطوه، هو حل متعدد الخطوات. اول حاجه تختفي تماما، لا تظهر على شاشه الرادار ولا بالطيب ولا بالراضي نهائيا. شوف لك مصيبه الاول اتداري فيها، اقعد لك شويه، بعد كده شهر في التاني الناس ايه تهدى وكل واحد يشوف له مصيبه تانية يتلهي فيها، وهوب طق خالد يوسف ايه لابس ملابس الاحرام، طق الفطين اياهم البيض زي المجانين كده، وتروح ايه ناطط في السعوديه ايه خالد يوسف ايه بيلف حوالين ايه الحرم بقى وبتبكي. اهم حاجه تعيط، اهم حاجه في القصه دي انك تعيط، معاك ازازه الجليسرين بتاعتك وبتاع حتتين كده وايه وهي مق برضه وبتاع وتعيط وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وبتاع الحتتين دولت وياتوا النفس المطمئنه ادخل ايه اه يعني قرآن مناسبات برضه كده. المهم وتعيط وكده وايه صور بقى واوضاع مختلفه وبتاع وخشوع ومرسي زي مرسي كده بقى كده والحاجات دي تعملها بقى ايه الشو ده تعملها ايه فايه واديها على السوشيال ايه مواقع التناكح الاجتماعي، تغرق مواقع التناكح الاجتماعي بالايه بالصور بتاعت خالد يوسف، توبه خالد يوسف. طبعا ايه الناس ايه هينقسموا، اهم حاجه انهم ينقسموا يمسكوا في بعض ويسيبوك ولو الناس هيقول لك ده منافق ابن وسخه بيستهبل وبتاع عادي ده هيحصل، وفي من الناس طبعا يا جماعه وبتاع يجي الاخ خالد يوسف رجع الى الله وتاب على ما فعل، فيمسكوا بقى في بعض ويقعدوا يشتموا، ده يقول له لا ده المنافق، الثاني يقول له لا دي توبه نصوحه وبتاع، غرف 60 ده هم الاثنين اهم حاجه انت ايه لهيتهم بس. شويه برضه ايه تهدى شويه كده وايه تركز وبقى ايه دقن انت اساسي دقن برضه موجوده، حاول برضه حاجه هنا كده سودا وبتاع عشان قال يعني من ايه من كتر بقى قيام الليل وبتاع عشان وبرضه ايه تطلع ممكن في حته كده تروح قايل بقين يا جماعه يعني كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين وبتاع واحنا الانسان يعني موضوع تعبير كده بتاع التوبه وبتاع، وتشوف لك اي شيخ حسان بقى اي ابن احبه من دول ايه قال يعني تحضر عنده بقى وبتاع وتعيط برضه شويه يعني ما توقفش العياط، اهم حاجه تستمر في العياط. ابن الوسخ ابو روحين ابو حمام ابو روحين ساب كل النصائح دي وراح بقى داخل قال لك ايه النظام، لان انا بعارض النظام وبناضل فالسيسي مش عارف بطلع دين امي لان انا يعني انا عايز اسال برضه سؤال يا ابن الاحبه، يعني هل انت بتكلم مغفلين؟ يعني هل للدرجه دي احنا مغفلين في نظرك بحيث تطلع تقول البقين دول يا ابن الشرموطه يا ابن المره الوسخه؟ نضال ايه اللي بتنيل على دين امك يا ابن الاحبه؟ طبعا الاخ ده شغال كان حمدين بقى من شله حمدين وياه والنضال والجماهير والعرق ده مش عرق ده سوائل المنويه يا ابن الاحبه، وبنحاول نشوف لك حل ومنفعه طالع لي تقول لي نضال والناضل ضد النظام فعشان كده والنظام اللي راح صورك ده انت مصور نفسك يا ابن العرس، يعني انت عاملها على دكر بقى انت واد جامد وبقى مش بقى الحمامه ام وروح واحده بتاعتكوا دي الاوان، لا انا بعملها بحمامتين يعني حمامتين في حمامه فده ده لا ده كده الموضوع ده فتحنا الموضوع شويه. المهم يعني دي مقدمه لل 372 الف مقطع اللي انا هقولهم بعد كده عن لماذا انا يعني بس اديكم خلفيه تاريخيه كده لماذا انا اؤيد بعد كل هذه المصايب والبلاوي، ولسه في بقى ما هفتح بقى ايه باب الذكريات. لماذا انا اؤيد اليوم عبد الفتاح السيسي حفظه الله هذا الطاغيه الحبيب الى قلبي، ونشوف امتى هنقدر نسجل بقية ال 372 ألف مقطع القادمين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.